السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وانتم كتشوفوا هذا الفيديو اللي فيه ان شاء الله نشارك معكم واحد الكيك بالشوكولا اللي كتجي رائعه بزاف، كتجي خطيره وبمقادير الاقتصاديه. كيك شوكولا بدون شوكولا بصلصه اللي كتجي حتى هي اقتصاديه بدون شوكولا، كتعطينا واحد النتيجه رائعه فعلا وكتستحق التجربه. وغير الصوره تعطيكم الخبر، يعني ما نحتاجش ندوي عليها. الحاجه كتكون داويه على راسها الا كانت زوينه وباينه، يعني الجديده راه كتكون داويه على راسها وباينه من الشكل. نبداو على بركه الله بلا ما نكثر معكم في الهضره في المقادير وطريقه التحضير. اول حاجه غادي نتكلموا عن المقادير. غادي نصايبوا الكيك اولا المقادير ديال الكيك. عندي 4 ديال البيضات، يكون حجم متوسط ولا حجم كبير. عندي زوج لي ساشي ديال الكاكاو، وزوج ديال الخميره الكيماويه عفوا، وكيس واحد من سكر فانيلا، كاس من الزيت، كاس من الحليب، وكاس من السكر. اول حاجه بطبيعه الحال معروفه الطريقه ديال الخدمه ديال الكيك. اول حاجه كنخدموا البيض في بول اللي يكون ناشف، ضروري البول ديال اللي كنخدموا فيه البيض والسكر خصو يكون ناشف مزيان، ما فيه حتى شي قطره ديال الماء باش البيض الا بغيناه يطلع لنا مزيان. هاد الحاجه بقاو تردوا ليها البال، وهذه راه نقطه مهمه، يعني ما نسبقوش الماء في الاول. الا بغينا نطلعوا البيض كندير 4 ديال البيضات، وكنزيد عليهم قبيصه ديال الملح، وكنزيد كما شفتوا معايا الملح قبيصه هكايا، راس ديال المعلقه صغير، وكنزيدو كيس من كيس من سكر فانيلا اولا ملعقه صغيره، وكنضيف الكاس ديال السكر حبيبات. كنخدم هاد المكونات في الاول بتخدمهم بالطراب الكهربائي، لكم الاختيار، ماشي ضروري ما محتاجينهمش. كما قلت لكم غير البول يكون ناشف، يعني ما يكونش فيه الماء في الاول اولا الزيت، وهكا راه غادي يطلع لنا البيض مزيان. غنخدمو غير بالطراب اليدوي، غنعطيو وقته هكا حتى يطلع لنا مزيان وحتى يتجانسوا، والسكر ما يبقاش هكايا كنحسوا به باقي خشين، يعني ضروري يكون داب مزيان في البيض. عاد كنضيف الزيت، كاس واحد من الزيت. بالنسبه للكاس ديال الزيت اللي ما مملوش مزيان، يعني تقريبا ناقص 2 الاصابع. الا جينا نعبروا 2 الاصابع في الكاس بحال هكاك ناقصين في الكاس، ما يكونش مملوء جيدا. نخدم الزيت حتى هو حتى يتجانس مع باقي المكونات. كما كتشوفوا معايا كنخدم غير بيدي، والمهم كنعطيه الخدمه بزاف وصافي. الا بغيت تخدموا بالطراب الكهربائي عادي. من بعد كنضيف الحليب كما شفتوا معايا، كنضيفوا هادشي على مراحل كما شفتوا معايا، نفس المراحل بحال هكا كيعطي واحد النتيجه زوينه. وراكم شفتوا معايا الكيك كيفاش كيجي رطب وطالع وخفيف بزاف، وكيجي رطب وكيتشرب حتى ديك الصلصه ديال الشوكولا اللي غادي نصايبوا ليه. نخلط الكيك مزيان، نخلط الحليب مع باقي المكونات حتى هو حتى يتجانس، عاد نبقى نزيد النواشف. ضروري كل مكون ضفناه نعطيو حقه في التخلاط اولا في التحريك. صافي هنايا بعد ما كيتجانسوا المكونات كنبداو نضيفوا الدقيق بشويه بشويه. ديما كنقولوا الدقيق كيبقى على حسب الخليط اهم حاجه، وما انكم تحاولوا تردوا البال، يعني هذا لا تكستور ديال الكيك او الخليط ديال الكيك كيفاش خاصو يكون. هذا هو المهم، حيت ما يمكنش تعطي واحد الكميه محدده يعني مضبوطه ديال الدقيق، حيت كما قلنا راه كاين الدقيق اللي كيختلف، وكاين حتى حجم ديال البيض. خصوصا دابا البيض كاين صغير كاين الكبير كاين المتوسط، حتى الا قلنا متوسط راه كاين اللي غادي تكون غياخدوا داك المتوسط، ولكن راه ماشي بحال اللي خديت انا مثلا، فهمتوني. المهم اهم حاجه هي ردوا لي بها البال، هي لا تكستور ديال الخليط ديال الكيك كيفاش خصو يكون في الثقل وفي الخفه. صافي كما شفتوا معايا اول حاجه ضفت الدقيق، ومن بعد ضفت عليه 2 الاكياس ديال الكاكاو المر. وهنايا من الاحسن الكاكاو المر حاولوا دوزوه في، لانه هو بسرعه يعني بسهوله كيبرد، ولا شدات فيه شويه البروده كيتكتل. وصراحه انا اغلبيه المرات كنضيفو هكا بلا ما ندوزو في الصفايه، ولكن من الاحسن باش نتفاداو هذا المشكل كما شفتوا معايا انا ما دوزتوش هنا في الصفايه، ولكن بقاو بعض الكتل، واخا بقيت كنخدمو مزيان بيدي بقاو دوك الكتل هكايا حاصلين وما تخلطوش مزيان، فهمتوني. المهم راهم باينين. غير هو من الاحسن باش نتفاداو هذا المشكل ندوزوهم في الصفايه ولا في الغربال قبل، باش هكا ما نبقاوش نتعذبوا معاهم باش نخلطوهم. المهم انايا من بعد حتى خلطت الكيك، عاد كنضيف، عاد كنعاود ندوزها في الصفايه. يعني الخليط ديال الكيك كامل غادي ندوزو في الصفايه. فاش غنبغي نديرو في المول غندوزو في الصفايه، عاد غادي نديرو كما شفتوا معايا. الخليط ديال الكيك راه خفيف، يعني ما ثقيلش بزاف، باش هكا الكيك تجينا رطبه وتجي خفيفه وتشرب لنا مزيان الصلصه. هنا راني دوزتو في الصفايه كما قلت لكم، باش هكا دوك الحبيبات اللي بقاو لنا ديال الكاكاو اللي متكتلين يتصفاو، ما يبقاوش هكا يبقاو حاصلين وسط الكيك.
صافي هنا غادي نستخدم المقلة ديال اللي كنصايبوا فيها المسمن وهذا والحرشة. كتجي الصراحة فيها الكيك أنا كندور حتى كنعيا وكنرجع لهاد المقلة هادي كتصدق فيها زوينة بزاف الكيك حيت ثقيلة كتصدق فيها زوينة بزاف. كنطيبو على فران اللي يكون بارد من قبل على 180 درجة، كنخليه تقريبا حتى 40 دقيقة، مورا 35 دقيقة 40 دقيقة عاد نقلبوه. تقدروا تزيدوا شي 5 دقائق موراها، المهم مورا 35 دقيقة اولا مورا 40 دقيقة عاد تقلبوه ديروا فيه الموس. الا كان طاب ديك الساعة مزيان، كان باقي خاصو شوية كنزيدوه في الطياب. هنا غادي ندوزو نحضروا الصلصه. المهم بالنسبه للتصوير انا درتهم لكم هنا صبقت الكيك على الصلصه، ولكن هنا من الاحسن توجدوا الصلصه قبل من الكيك باش نخليوها تبرد. كناخذوا كاس ديال السكر، يعني نفس الكاس غنعبروا به كلشي، كاس ديال السكر وكاس ديال الحليب وكاس ديال الزيت، واحد القبيصه ديال الملح لتعديل الذوق، وكنضيف زوج الاكياس ديال السكر اولا الكاكاو المر. هنايا انا هنا يعني باش نتفادى داك المشكل انا دوزتهم هنايا في الصفايه باش هكا ما يكونوش تكتلات. المهم كما قلت لكم بالنسبه للصلصه من الاحسن توجدوها قبل. يا انا واخا وجدتها يعني مباشره كي دخلت الكيكه للفران بديت كنوجد الصلصه، يعني غير وجدات خليتها كتبرد غير واحد 5 دقائق في حراره المطبخ، ومن بعد دخلتها للمجمد باش دغيا تبرد ليا باش نستعملها في الكيك. الا بغيتوها تبرد على خاطرها من الاحسن وجدوها هي الاولى وكنخليوها حتى كنحيدها فوق البوطه ونخليوها تبرد، ومن بعد ندخلوها للثلاجه ونخليوها تبرد على خاطرها عاد كندوزو نحضروا الكيك. وهكا غادي تكون بارده مزيان خدات راحتها في البروده. يعني اون فوا نخرجوا الكيك من الفران غادي نسقيو بها نسقيوها بهاد الصلصه. من بعد ما كنضيف هادوك زوج الاكياس ديال الكاكاو المر، هنا كنضيف الكاكاو ديال الحليب، الكاكاو بالشوكولا يعني اللي كنديرو في الحليب، هنا نيسكويك ولا اي ماركه. المهم هاد الكاكاو هذا ديال الحليب اللي كنديرو في الحليب كيعطينا واحد الصلصه خطيره، وبحال الا كتجي غنيه بالشوكولا بحال الا دايرين فيها الشوكولا، وكتجي زوينه بزاف. غير جربوها غادي تعتمدوها غادي تعجبكم بزاف، خصوصا الا كنتو شي واحد مازال ما عمره ما جربها. هاد الكيك راه يعني معروفه، يعني ماشي عاد جديده، ولكن كاين شي وحدين اللي مازال ما جربوهاش. الا جربتوها اكيد غادي تعجبكم وغادي تعتمدوها لانها سهله اقتصاديه بسيطه، والمكونات تقريبا كاملين غادي يكونوا موجودين في البيت. هنا كنضيف 5 المعالق اللي يكونوا كبار من هذاك الكاكاو الحلو، يعني قياس بكاس. الا بغيتو تعبروا بالكاس غادي تعبروا بنفس الكاس اللي عبرنا به السكر والزيت، وهذا غنعبروا بهم هما اللي غنعبروا به هذاك الكاكاو ديال الحليب، من غير هذوك جوج لي ساشي اللي ضفنا. صافي كنخلطهم مزيان حتى يتجانسوا، وكنديروا فوق النار متوسطه ما تكونش ناقصه وما تكونش عاليه حتى كيبدا يطبخ بحال هكا. هنايا عاد طلعت فيه الغديه، يعني عاد بدا كيطبخ. كنخليوه حتى كيطبخ على خاطرو حتى كيتقل الخليط، تقريبا كياخذنا شي 10 دقائق هكا حتى كنوصلوا لهاد المرحله هذه. عاد كنعرفوا بان الصلصه راه موجوده كما تشوفوا هنايا، اللون ديالو راه كيتبدل، حتى ديك الرغوه اللي كتكون في الجانب كتولي غامقه اكثر وكيبان لنا راه تقال. من مرة مباشرة كما قلت لكم فاش غادي يوصلنا داك القوام غنخليه يبرد في درجة حرارة المطبخ، ومن بعد غادي ندخلو للثلاجة اولا المجمد الا كنتو مزروبين عليه باش يبرد لنا بسرعة. هنا الكيك مباشرة مورا ما خرجتها من الفران يعني باقا سخونة والصلصة تكون باردة، كنحاول ندير فيها ثقوب هكا بالسكين، يعني درت فيها دوك الثقوب اللي درت من الوسط هكاك غير باش نتاكد بانها طايبه مزيان، وفي نفس الوقت باش تشرب لي الصلصه بزاف من الوسط، يعني باش الصلصه تقدر تدخل مزيان في الوسط ديال الكيك. صافي كنخبي عليها ديك الصلصه كامله وما تخافوش منها، راها كتشربها كامله ما تبقى فيها حتى شي حاجه. واخا كتبان لكم في الاول راها كتبقى هكا غارقه فيها، ولكن راه كتخليوها حتى كتبرد على خاطرها، حيت الكيك راه كيكون باقي بارد. قد ما بردات قد ما كتزيد عفوا الكيك باقي سخون، يعني الكيك باقي سخون عاد خرجته من الفران، وقد ما برد قد ما كيزيد يشرب هذيك الصلصه. هنا الا بان لكم ان ديك الصلصه كتهبط على الجوانب ديال الكيك كما كتشوفوا معايا، يعني الاغلبيه كيمشي هكا كيهبط لتحت في الجوانب، كنبقاو نهزو بواحد المعلقه وكنديروها من الفوق، يعني كنسقيوها من الفوق ديال الكيكه من الوسط. صافي وكنبقاو معاها هكا حتى كتشرب كامله كما كتشوفوا هنا المراحل ديالها كامله وهي غادا وكتشرب. ها انتم كما كتشوفوا في الاول راه كانت غارقه في لاصوص اولا في هذيك الصلصه الشوكولا، ومن بعد كتبقى غادا وكتشرب قد ما بردات قد ما كتشربها كامله ما تبقى فيها حتى شي حاجه، وكتجي مسقيه كامله حتى لداخل كيدخل هذيك الصلصه حتى لداخل. من بعد ما كتبرد تماما الا بغيتو تزينوها بشي حاجه من الفوق لكم الاختيار عادي. صراحه انا كنفضل نقدمها بحال هكا، وحتى كاع الا بغيتو حتى تبغيو تقدموها، يعني الا كنتو مثلا الا كنت غنحتفظ بها في الثلاجه كنبغي نخليها بحال هكا، يعني غادي نحتفظ بها وحتى تبغي تقدمها وتقدر تضيف فيها فوقها اللي بغيتي، مثلا الكاوكاو يعني هكا ايفيلي ولا اللوز ايفيلي ولا كونكاسي،
ولا الكوك يعني جوز الهند اولا الفيتين. المهم هادو غير كاقتراحات الا بغيتي تزينوها وصافي. انا الصراحه خليتها هكا. شوفوا معايا من بعد ما تشربات مزيان تقريبا خليتها حتى العشيه، من بعد تشربات مزيان شوف كيفاش كتولي. داك اللون كيتشرب فيها مزيان وكيزيد يغمق، كتجي رائعه، من اروع ما يكون. اروع كيك بالشوكولا ممكن تجربوها، بسيطه واقتصاديه واي واحد ممكن يحضرها. هنا غادي نقطع معكم واحد الطريف باش تشوفوا معايا كيفاش كتجي هاد الكيك من الداخل وكيفاش كتكون مشربه ديال بصح. نتمنى ان شاء الله ما تنسونيش بواحد لايك الفيديو الا كنتوا باقي معايا حتى لهاد اللحظه، وما تنساوش اشتراك الا كنتوا اول مره كتزوروا القناه، ما تنسونيش بالاشتراك، وان شاء الله نكون عاد حسن الظن ديالكم ويعجبكم الفيديوهات القادمه. بالنسبه لطريقه التقطيع كتبقى على حسب الاختيار، بين نقطعوها مثلثات ولا هكا مربعات، كل واحد يقطعها كيف بغى. المهم انا نقطع معكم هذا مربع هكا غير باش تشوفوا معايا كيفاش دايره، يعني كيفاش دايره الخفه ديالها وكيفاش مشربه. شوف تبارك الله ما شاء الله كتجي مشربه ديال بصح مزيان نيت. شوف هذيك الصلصه حتى لين دخلت ليها يعني كتشربها مزيان وكتجي خفيفه ورطبه. ما تنسونيش بالتعليق الا عجبتكم الكيكه وبان لكم ان نستحق تخليو واحد التعليق اولا غير قليبات تحت الفيديو، ما تنساوش تخليو لنا واحد التعليق تحت الفيديو. وهكذا تشجعونا وإن شاء الله يكونوا الفيديوهات القادمة يعني أحسن وأحسن. شو ما شاء الله كيفاش كتجي خفيفة بصحة والراحة، وإلى فيديو قادم إن شاء الله.